ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو مهم جدا لكل واحد ولكل بيت ولكل ست حابة تجدد من ديكور بيتها وتجدد ديكور الشاشة وتعمل منه حاجة عظمة قوي من تكلفة متوسطة. تابعوا معانا طريقة التنفيذ ومراحل الأعمال خطوة خطوة. يلا نبدأ الفيديو، يلا بينا. أول حاجة بناخد المقاسات بتاعتنا، بنقطع المقاسات اللي احنا محتاجينها على قد قرص الشاشة بتاعنا. طبعا احنا مجهزين الحاجات دي، دلوقتي احنا بنجمع المقاسات بتاعتنا. هنجمعها كلها على شكل قرص زي ما انتوا شايفين، وهنحطها على الحيطة علشان نوزنها ونعمل علامة عليها. طبعا كل التجهيزات دي احنا علشان عندنا مقاس الشاشة 75 بوصة فوزنها تقيل جدا، لكن للمقاسات الأقل في حاجات تكلفة أقل شوية. احب اقول لك انا كريم الحاوي مقاول تشطيبات. لو انت اول مرة تشوفني اعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك منا كل جديد. الفترة الجاية هتشوفوا حاجة مختلفة خالص. بعد ما وزننا هنخرم ونثبت القرص. كده خرمنا وثبتنا القرص بالكامل. هنبتدي نجهز القرص بتاعها، بنعمل ديكور فوق منه عبارة عن تراك لايت، هتشوفوا شكله في الفينش. كده احنا ركبنا القرص، هنشوف شكل الرفين دول هنعلمهم بالظبط ونخرم مكانهم ونثبتهم. وده كان الشكل النهائي بعد ما ركبنا القرص وركبنا الأرفف وعملنا الإضاءة. ودلوقتي حابين نضيف لمسة جمالية ونعمل بديل خشب في الجزء اللي فيه الأرفف. لو الشكل ده عجبك قولي رأيك في الكومنتات. وبكده يكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى أكون قدرت أوصل لك المعلومة وقدرت إن أنا أفيدك. متنساش تقولي رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان غيرك يستفاد. أشوفكم في فيديو جديد وموقع جديد إن شاء الله.